قام الطبيب الفرنسي موريس بوكاي بالكشف على جثة فرعون، وقال: لأول مرة في التاريخ نعلم أن صاحب هذه الجثة مات غرقا وتكسرت أضلاعه تحت الماء ونجا بمعجزة، وبعد ذلك تم تحنيطه وحفظه إلى يومنا هذا. فأخبره أحد المسلمين أن هذه الحقيقة ذكرت في القرآن في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فبدأ العالم الفرنسي دراسة الإسلام، وعندما علم أن الإسلام هو الدين الحق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.